المنطقة المقترحة لحمام السباحة اللي هي ضاف عليها وزير الشباب دعم النادي ب 3.5 مليون جنيه لتطوير حمام السباحة في النادي أو لإنشاء حمام السباحة في النادي. كويس. ده مكان الملعب الثلاثي الجديد. احنا دلوقتي هنخش على المنطقة اللي جاري تطويرها الفترة الأخيرة. طبعا مجهود كبير وطيب للأستاذ مصطفى بشير، يعني ما كانش بيتوانى ليل ونهار بحيث ان المنطقه دي تخلص في اسرع وقت. اتعملت على مستوى عالي جدا، بلاط، الشجر اللي اتزرع، السور اللي هيتعمل، لسه هيجي كراسي، ميدان الكهرباء هيتبرع بيها، يعني حاجه تفرح. يعني الشارع ده طبعا لما يتعمل انترلوك هيغير مجرى النادي خالص، وقريب ان شاء الله هيطرح من القصه بتاعته، فالوضع هيبقى مختلف تماما. يعني الاعضاء والناس كلها هتحس ان هي في نادي والدنيا اتغيرت عن الاول بكتير. كل ده مجهود ذاتي كل ده مجهود ذاتي زي ما قلت لحضرتك، ان احنا الوزاره بتدعم حاجات معينه. يعني الدوله طبعا مش هتقدر تدفع كل حاجه، فطبعا من اراده النادي احنا بنحاول نغطي الحاجات اللي هي النادي في احتياج ضروري ليها. هي مجهود رائع وتشكروا عليه يا كابتن. انا احب اشكر سعادتك ان انت قدرت تصور الكلام ده كله عشان نعرضه على الاعضاء ويشوفوا حجم الجهد المبذول من مجلس الاداره ومن الاعضاء ومن الاستاذ نعيم، الاستاذ رشدي، الاستاذ مصطفى، كابتن فاضل. شكرا جزيلا.